السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وكل تحياتي لكم. أخيرا موعد صرف العلاوات. جدول صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 ومتى يتم الصرف ومن هم المستفيدين ورابط الاستعلام. في البداية أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو يصلكم كل جديد من حديث المدينة. بتساءل الكثير من مستفيدي المعاش عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثانية، حيث أنه من المقرر أن يتم صرف الأثر الرجعي لمستفيدي المعاش من عام 2006 في خلال شهر ديسمبر المقبل 2023، حيث أنه تم العمل على صرف الدفعة الأولى منها في خلال ديسمبر 2023. ومن هنا أن بدأ البحث من خلال كثير من المواطنين عن آخر أخبار العلاوات الخمسة. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يتم العمل على صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات خلال شهر ديسمبر 2023، بعد ما يتم التوصل إلى حل مع النيابة الإدارية على أن يتم صرف الدفعة الثالثة من خلال مارس المقبل 2024. وأعلنت الوزارة على أنه من المقرر أن يتم العمل على صرفها بقيمة 80% للمتقاعدين، على أن تأتي بقيمة 1495 جنيه مصري لكل معاش. الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. كما أعلنت الوزارة عن خطوط الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لشهر ديسمبر 2023، حيث بيتم الاستعلام عنها بصورة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية التابعة للوزارة، على أن يتم ذلك عن طريق اتباع ما يلي. أولا، التسجيل الدخول على الرابط الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم، ثم الضغط على زر التسجيل للدخول إلى حسابك، إدخال الرقم السري لحسابك، إدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة بدقة، التحقق من هويتك عبر الضغط على خيار أنا لست ريبوت، اضغط على زر استعلام. في النهاية لكم مني كل التحية، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.